يا أهلا وسهلا. طبعا بسبب كثرة الفساد والناس اللي مو يم الدين لا من بعيد ولا من قريب، وتشوف جماعتك لا صلاة ولا صوم وكلام بذيء، هنا راح تحس نفسك غريب، تشعر بالإحباط. بس هنا أحب أقول لك شغلتين، إنه في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى جماعة يتكاملون إلى أعلى عليين، وجماعة يتسافلون إلى أسفل سافلين. في الوقت اللي تشوف الطلاب جيرانك ما يدرسون وهاملين دراستهم، تشوف وقت إعلان النتائج واحد قاعد بقرية وبيتهم طين ودرجاته 100. أكو جانب مظلم، بس بنفس الوقت أكو جانب مشرق لهذا البنية اللي خلعت الحجاب. نشوف بنية أخرى سافرة من عائلة سافرة قررت تتحجب وتحملت كلام أهلها. جماعة يتكاملون وجماعة يتسافلون. والشغلة الثانية، كن عالي فالقاع ممتلئ حتى لا تصاب بالإحباط والغربة. عاشر الناجحين، عاشر المؤمنين، عاشر المتفائلين، لأن الصاحب ساحب. إذا جلست مع 4 تجار سوف تكون خامسهم. وهذا كلام يقصد حتى على الحسابات والأشخاص اللي نتابعهم على مواقع التواصل. نظف حساباتك، واللهم اجعلنا من الجماعة الذين يتكاملون، ويا موفق وفق.